نكمل القصة. من قلت لكم صاروا كلش قراب علي وجايين باتجاهه بالفلاشات. صراحة دم جمد بمكانه. تخيلوا صير بمكاني 4 زلم اشكالهم تعبر عن الموت ويمشون بخطوات سريعة وبس مسباتهم تتردد بين القبور. فواحد منهم صاح ولك وين هذا ختل؟ هستوى كان هنا. يا على عديها. فأنا صراحة لغيت فكرة الركض من بالي، لأن المقبرة ظلمة وأي حركة راح تكشف مكانك ويلزمونك. فالتفتت يمنى يسرى شفت قبر قديم ومهدوم بدون أي تفكير. نزلت بيه، بس ريحة التراب والرطوبة خنقتني، بس الخوف كان أكبر. وأخذت شوية وأسمع خطواتهم فوق راسي وفلاشاتهم كانت تدخل من القبر لأن مهدوم. صرت ما أتنفس، قطعت النفس. وواحد منهم قال ماكو أحد ويمكن تهيأ لك، امشي خلي نخلص المصيبة اللي بيدنا قبل لا يجينا واحد من صدق. فما كذبوا خبر ورجعوا يركضون باتجاه الجثة. فأنا قلت هاي هي، خلينا نهزم بعد. بس من طلعت راسي وشفت اللي صار صدمة عمر والله. الولد اللي كانوا لافينه بالبطانية، فمن حركوا على مود ينزلونه بالحفرة طاح الغطاء عن وجهه. وبضوء الموبايل شفت وجهه واضح. تدرون منو كان الميت لو ما تدرون؟ كان صديق المقرب يدرس وياي بالجامعة، مقتدى، اللي كان يخابرنا قبل ساعتين، والله ساعتين، ويقول لي مشتاق لك. بس الصدمة مو هنا. الصدمة من شفت واحد من ذول الأربعة التفت باتجاه القبر المهدوم اللي أنا بيه وابتسم. يا أخي تحسونه كان يدري إنه أنا هنا. فبدأ يتمشى علي. إذا تريدون تعرفون السر اللي يربط بين ذول الزلم وصديقي وشلون طلعت من المقبرة عايش، اضغط على الزائد تلقونه جوا صورتي وسووا القلب احمر وشاركوا هذا الفيديو وانتظروا الجزء الثالث.